هارلي وسبورت، هاي محركة يطلع 120 حصان وهاي 220 حصان. للعلم الهارلي محركها أكبر، بس شنو السبب؟ شوف، محرك الهارلي مصمم بطريقة الشوط الطويل، يعني البستن يصعد وينزل بمسافة كبيرة، أو ما يسمى بالأندر سكوير، يعني قطر السلندر يكون أصغر من الشوط. وأنا شارح قبل وقايل إن الشوط الطويل بعزم عالي، لكن الار بي ام مالته قليل، وبالتالي الأحصنة مالته قليلة، وهذا المطلوب لدراجة الهارلي أو دراجات الكروزر، مجرد عزم يشيل وزن الدراجة وينطيك قيادة هادئة وناعمة. أما السبورت فيكون الشوط بمحركه كلش صغير، ويسمونه اوفر سكوير، يعني قطر السلندر اكبر من الشوط، يعني عزم قليل بسبب الشوط القصير، واحصنة عالية بسبب الار بي ام العالي، لان كل ما يصغر الشوط يزيد الار بي ام. وهذا المطلوب من السبورت: سرعة، خشونة بالسياقة، استجابة سريعة. مو بس الدراجات، عندك هاي السيارتين 12 سلندر ب6 سلندر، واثنينهن نفس الأحصنة تقريبا، بس هذا مطلوب منه يكون هادئ وسلس بالقيادة وعزمه عالي، وهذا مطلوب منه خشونة واستجابة وسرعة. فالعبرة مو كل شي عدد أحصنة وسلندرات.